ولهذا الفيديو وبعدين اعلق لكم عليه حتى افهمكم الموضوع. سمع. انا اسوي حسين مهزله شلون؟ ليش؟ اغني وارقص واكفر واغلط. ليش؟ عارف اسوي حسين مهزله؟ شنو هاي الاختلاف؟ شنو هاي الاختلاف؟ سخريه. ليش؟ سخريه واستهزاء. كانت مو كنت بم 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 بم. وين المحتوى الهابط ما يجونا؟ بم 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 بم. عيني هذا الولد مهدي انا اعرفه حق المعرفه. الولد مرات يجي يمي بالاستقبال مال تهلي يقعد ونضيفه. فاللي يحب الامام الحسين عليه السلام وصدق يحب اهل البيت يندعي له بالشفاء. الولد مو بوضعه مو تمام يعني. فرجاء لا تتهجمون عليه بالتعليقات ولا تقولون اهله ولا تقول ترى ماكو واحد اهله يرضون بيه يطلع بهاي الصوره. هو حتى مرات يجي بصراحه الله شاهد على كلامي يعني لا ارد ابرر له ولا اي شيء. بس الولد وضعه تعبان. وصلتكم الفكره؟ اللي يحب اهل البيت من صدق يندعي له بالشفاء وبجاه هو الحسين وبجاه ايام رسول الله يكون الله يشافيه والله يكون يطلع باحسن صوره بين الوادم بجاه هو الحسين. فندعوا له بالشفاء لا حد يتجاوز عليه رجاء. وانا باعتباري فرد من افراد ابناء عشيرته فما راح يصير لاي واحد يصوره بهالصوره ويطلع رجاء. لان قلت لكم الولد بحاله حرجه مرات يعني يسوي شغلات لا اراديه. يغلط يهوس يغني ما اعرف شنو. اكو شغلات طلعت عنه بالمواقع التواصل الاجتماعي. فاللي يصوره اليوم بلا عين من تيجي واحكي. فاللي يصوره بصوره مو حلوه وينشره ما مبر الذمه دنيا واخره سواء كان صغير او كبير. هو كفرد من افراد ابناء عشيرتي ما بارين الذمه يا هذا الشخص ما بارين الذمه. اي واحد يصوره ويطلع بصوره مو حلوه للوادم وينشره ما مبر الذمه. وصلت الفكره؟ السلام للجميع.